السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي واخواتي وحبايبي وولاد الصغيرين طلاب الصف الأول الثانوي. جاي أتكلم معاكم بقى النهاردة في مراجعة شهر نوفمبر، وبرضه معاها شهر أكتوبر. لأن لك المنهج من أوله لحد آخر حاجة في شهر نوفمبر. مراجعة عالمية، مراجعة مش سايب لك فيها ولا كلمة. جايب لك مجموعة من أهم الأسئلة اللي أنت كده كده هتخش الامتحان بتاع الشهر هتلاقيها قدامك منها متكررة كتير. ومش جايب سؤال واحد على كل نوع، ده أنا جايب سؤال واثنين وثلاثة على كل نوع، بس هكرر لك الأسئلة بتاعتك. فأنا عاوزك سيادتك تاخد بالك من كل الكلام اللي مكتوب قدامك على السبورة، بحيث تقدر تتعامل مع مين؟ مع كل الأفكار اللي قدامك. يا سلام عليك بقى ورقة وقلم تكتب ورايا، يا سلام عليك أكتر كمان بقى لو وقفت الفيديو بتاعك قبل كل سؤال أنا بحله وحلته لوحدك، وتشوف إمكانياتك عاملة إزاي، وهل أنت فاهم المادة ولا في حاجة واقعة منك، عشان تعرف تدرب نفسك لو حاجة ناقصاك تعرف تعلي نفسك فيها. تعالى بقى يا باشمهندس كده نبدا باسئلتنا. انا مش مرقم الاسئله، خليها مفاجاه. شوف الاسئله كميتها قد ايه والفيديو بتاعك هيوصل لحد فين. اذا كان زاويه سيتا بيساوي نص حيث سيتا زاويه حاده في وضعها القياسي، فان ضلع النهايه يقطع دائره الوحده في النقطه. خلينا نصلي على الحبيب. الناس كلها عارفه ان زاويه سيتا دي بيساوي نص. الزا دايما بيبقى زوج مرتب، بقسم الثاني على الاولاني ده على ده. فطبعا المفروض بقسم الثاني على الاولاني يطلع بنص. فواحد يقول لي يا مستر طب ما انت عندك 2 و1 يبقى 1 على 2 بنص، صح؟ ايه بقى دي؟ اقول لك اصبر بس عليا. طب بص دي كده 2 على 1، لا ماشي. طب دي بقى بص كده هنقسم. انا كنت دايما بقول لي اقسم البسط على البسط من غير ما تاخد مقام لان زي بعض، ف2 على 1 لا. طب برضه لا هنا ولا هنا، فالمشكله عندك في دي ودي. طب لو انا اخد دي وقسمت البسط على البسط ده على ده هيطلع بواحد على 2. طب ما دي برضه بواحد على 2 صح؟ بس انهي فيهم اللي صح؟ اللي في ناس كتير مش واخده بالها دايره الوحده نفسها قايل لك عليه. يبقى لازم مربع الاول ومربع التاني لما تجمعهم مع بعض يطلع لك واحد. لو جربت هنا مش هينفع. طب جرب هنا 2 على جذر 5 تربيع زائد 1 على جذر 5 تربيع، ربعت وجمعت فيطلع في الاخر واحد. فاجابتك المحترمه هتبقى رقم تاني. فلازم تكون فاهم انت بتعمل كويس، لازم بتحل وبتحل بايدك. السؤال اللي وراه يا باشمهندس، مثلث ا بيجي مساوي الساقين قياس زاويه ا بيساوي 120 درجه. فتخيلت معايا رسمت مساوي الساقين ومنفرج الزاويه عشان ا 120 درجه عندك اهي. حلو الكلام، ا 120 درجه، دي ب ودي ج، فاكيد زاويه 30 درجه وزاويه 30 درجه. ليه؟ عشان مساوي الساقين فزاويتين القاعده مساويين. الراجل عاوز منك جابه زائد جتا تربيع ج، فجاي هنا 30 زائد جتا تربيع عندك برضه 30. فلما اجي احسب ده نص، فلما اجي احسب دي جاز تيتا على 2 الكل اس 2. فطبعا المفروض انت حافظ الكلام ده، ادي نص زائد تيتا على 4. لما اجمعها يطلع طبعا مقام 4 يبقى عندك 4 2 2 5 على 4 يعني 1 وربع تقريبا. اجابتك المحترمه رقم ده. شوف الاسئله ماشيه معاك ازاي وامورك ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. والاسئله اللي انتم شايفينها دي المفروض عدت على الطلبه كلها الحمد لله، هي عدت على اولادنا. الفيديو ده لكل الناس. تعال نشوف السؤال اللي وراه بيقول لك ايه. جتا 90 زائد سيتا زائد جتا 90 ناقص 2 سيتا بيساوي 0. خلينا اول اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا. انا قايل لك ومعرفك ومفهمك وحددت لك لما تيجي تشتغل في السؤال ده بتشتغل بحاجتين: الزاويه غالبا ولا عفريت، والربع الكامل. فالزاويه دي بالنسبه لي اسمها عفريت، فتخلي جتا تبقى جا سيتا. السؤال الثاني عايز اعرف الربع اشاره. 90 زائد ربع ربع كام؟ 90 زائد ربع تاني. تاني يعني كل جبار. انا مش الجمله كل جبار ظالم جاته عد كل جبار. قلت جبار يعني جا، اللي قلته لازم يكون مكتوب. هل هو المكتوب؟ بص خلاص مش دي. هل هو مكتوب؟ لا بياخد سالب. دي واحده. الثانيه بقى زائد مالكش دعوه بيه 90 برضه هتخلي الجا جتا، خلاص حلفنا. بس 90 ناقص ما تفكرش، هي ربع اول فالاشاره زي ما هي، بس 90 ناقص ايه؟ 2 سيتا مش سيتا واحده. خد بالك بقى 2 سيتا بيساوي عندك كام؟ صفر. طلع دي بتغيير اشاره يبقى عندك هنا جا سيتا موجبه بيساوي جاتا 2 سيتا. خد بقى المعلومه دي وحطها حلقه في ودانك وركز في الكلمتين اللي اقولهم لك حالا. سيادتك لما تلاقي الجا بيساوي الجتا معروفه ومحفوظه، يبقى الزاويتين دي ودي مجموعهم 90، يبقى اقول له 2 سيتا زائد سيتا يساوي عندك 90، يعني 3 سيتا يساوي 90. سيتا لوحدها بيساوي عندك كام؟ 30. الراجل المحترم عاوز منك جا 2 سيتا. حاضر، جا 2 سيتا يعني جا 2 في 30 بكام عندك؟ ب 60. فجا 60 بكام؟ جذر 3 على 2. حوارك بسيط وسهل وما عندكش اي مشكله ولا اي حاجه فيها مشكله ولا اي حوار عندك. ده السؤال الاولاني. تعال امسك السؤال الثاني وركز فيه. القيمه الصغرى للداله سيتا دال سيتا بيساوي 1 زائد جا سيتا. بصوا يا جماعه الخير عشان تكون واضح. القيمه العظمى او الصغرى باخد الرقم من اللي جنب الجا.
خد بالك بقى، باخد الرقم اللي جنب الجا وبحطه في فتره مقفوله من سالب 1 ل1 على طول، سالب بموجب على طول. بس في عمل لك مشكله، راح ضاف عليها 1 برضه، ضيف هنا على دي 1 وضيف على دي 1، فيحصل الاتي: سالب 1 زائد 1 بصفر، 1 1 كام 2، يعني الفتره عندك بكام وكام؟ صفر و2. دي اسمها الفتره، ده اسمه بقى المدى. خلاص؟ المدى عندك اول واحد قيمه صغرى والتاني اسمه قيمه عظمى، انا عاوز قيمه صغرى فتاخد صفر. ركز بقى تاني اللي حصل في السؤال ده. 1 زائد جا 3 باخد الرقم المضروب في الجا اللي هو ده 1 ده واحطه فتره من سالب 1 ل1، ضاف لك على الجا كلها 1 فضيف 1 وضيف 1، يبقى سالب 1 زائد 1 بصفر، 1 زائد 1 ب2، فالقيمه الصغرى عندك بكام؟ صفر. ده سؤال القمر جدا. سؤال القمر منه كمان بقى، تعالى نشوف مساله هندسه ومساله رائعه ومهمه جدا، وانا نبهت عليكم فيها السؤال ده. م نقطه تلاقي مثلث ا ب ج، وكان م س بيوازي ب ج وب ج ب 12، عاوز منك م س. بص يا باشمهندس، قلت لك اول حاجه تعملها وصل ده كده وسمي النقطه دي د، وميم دي اسمها نقطه تلاقي متوسطات. عاوز اقول لك معلومه، الخط المستقيم اللي بيعدي من الراس ويعدي على ميم بنفس القاعده، يعني 6 سم، ده كده بيساوي ده كده 6 سم. نقطه تلاقي متوسطات بتقسم متوسط بنسبه كامله كام؟ 1 إلى 2 من جهه القاعده، فده يمثل 1 وده يمثل كام؟ 2 من جهه القاعده. فسيادتك يرجع بقى لمين؟ التوازي تاني واشتغل تشابه. فالمثلث رسمي كده، المثلث ا س م يشابه المثلث ا ب د. الله عليك. وبعد ما جبت القصه اللي قدامك ده يا باشمهندس، حط النسب بتاعتك، يبقى ا س، شوف بقى سالب زي على ا ب بيساوي س م على ب د بتساوي م ا م على ا د، وعوض ا س على ب مش عارفه اركنه، مش عاوزه خالص. س م انت عاوزها على ب د قلت لك عليها ب6. طيب ا م بص على رسمه كده 2 بس على بقى ده كله بكام؟ ب3. فلما اضرب مقص م بيساوي 2 6 على 3 في الاخر يساوي عندك كام سنتي؟ 4 سنتي. ادي القصه بتاعت سيادتك اهو. حوارك بسيط وسهل، والله العظيم بسيط وسهل. اللي وراه يا باشمهندس تاني كده وركز معانا وخد بالك من المسائل بتاعتك، لان الاسئله كلها بلا استثناء مهمه. جاب لك مثلثين او شكل قدامك، قال لك اثبت عاوز قياس ا ج ب بتساوي ايه؟ ا ج ب دي بتساوي زاويه مين بالظبط؟ فعشان اعمل حاجه زي كده لازم اجيب المثلثين متشابهين. فالتشابه هثبته ازاي؟ 4 6 2 على 3. حلو. 6 على 9 2 على 3. 4 او الاخ ده كله كام اصلا؟ قايل لك ده كله ب 12، يبقى دي لوحدها 9 او دي لوحدها 8، فاقول له 8 على 12 ب 2 على 3. فالمثلثين مين بقى؟ يبقى اقول المثلث، بص بقى يا سيدي يشابه المثلث ا د ه، بص كده ا د ه، بص يبقى اقول له ا ب ج، ما انا قلت ا د على ا ب يبقى ا ب ج. انا مش عاوز منك حاجه غير كده، عاوزك تقرا دي بالترتيب زي ما انت مكتوب وتقراها الناحيه الثانيه زي ما هي مكتوب. يعني قلت ا ج ب، ا ج ب صح؟ يعني اقرا هناك ا ه د صح، يبقى ا ه د اهي في منتهى البساطه. تعال امسك السؤال اللي وراه وركز فيه. في الشكل المقابل ا ب يوازي ن م يوازي د ج. حلو جدا. وأ ب 25 سم وج م بيساوي 9 سم وأ ن ب 4 سم وب م بيساوي د ن، فإن طول م ه. احنا عاوزين م ه، ادي م ه دي. صلي على الحبيب وركز لي معايا وخد بالك من الكلام اللي قاله لك دلوقتي يا باشمهندس وركز فيه. ودي بتساوي دي، ماشي. دي س اسميها يا عم س واروح مسمي دي س. انت عاوز م ه الحته دي اللي في النص. فندم لو انا بتكلم معاك على الموضوع ده وعاوز اجيب القصه بتاعتك دي، في عندك توازي يبقى في عندك نسب. نسب بتقول لك ايه؟ السؤال انت اقول له ايه في الاخر؟ ب م ب ا ده نظريه تاليس. توازي عندك ب ا يوازي م ن يوازي ج م، يبقى اقول له م ب على م ج هيساوي ا ن على ن د. دي اول حاجه تعمل، دي اول حاجه. يبقى ب م جزء الجزء على م ج هتساوي ا ن على ن د. ركز تاني عشان بيوازوا بعض 3، فجزء الجزء يساوي جزء الجزء، وعوض ا ب م ب س على م ج عندك 9 يساوي ا ن نفسه ب4 على س. فلو ضربت مقص يعني س تربيع 36، فالس رسمي هيساوي عندك كام؟ 6. فدي ب6 ودي ب6. حلو جدا، دي 6 سم. ارجع بقى تاني بعد ما خلصت النظريه بتاعت تاليس دي اقدر اشتغل عن طريق تشابه تاني. فعندك م ه بيوازي م ه، ركز كده، بيوازي ب ا، ركز ده بيوازي ده. فكده عندك مثلثين متشابهين من تحت ابدا ج م ه يشابه ج ب ا اهو، يبقى مثلث ج م ه يشابه مثلث ج ب ا.
واحط نسب، يعني ج م على ج ب يساوي م ه على ب أ يساوي ج ه على ج أ. اعوض ج م نفسه 9 على ج ب كله، اجمع 6 و9 15. م اللي انا عاوزه على 25، وابدا اضرب مقص م ه بيساوي، ركز في السؤال كويس قوي، 9 في 25 على 15 على 3 في 3 على 3 في 5 على 5 في 1 على 5 في 5 15 سم. المسألة تحفة ورائعة، يربط لك نظرية تاليس بتاع التوازي مع التشابه بتاعك. فهم فكرة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. السؤال اللي وراه يا باشمهندسين كده بيقول لك ايه؟ مستطيلان متشابهان، بعد الأول 4 و10 ومحيط الثاني عندك 140، فإن مساحة الثاني. أنا دايما بحب السؤال ده وحلته كتير قوي معاكم. فكنت دايما برسم المستطيل الأولاني وبرسم المستطيل الثاني مش زي بعض يعني كأطوال، بس واحد فيهم بعد 4 و10، وده أعرف أجيب المحيط بتاعه. اجمع واضرب في 2، هي 14 في 2 28. اما ده المحيط الاولاني، المحيط الثاني عندك هو مديولك بكام؟ ب 140 صح؟ روح مسمي ده س ومسمي ده ص. الراجل المحترم عاوز منك ايه؟ مساحه، يعني عاوز طول وعرض س وص. الناس كلها عارفه طول على طول بيساوي محيط على محيط، فانا هقسم 4 على الس هيساوي 28 على 140. دي اول حاجه اعملها، واجيب منها الس. هضرب 4 في 140 واقسم على 28. ما تيجي نحسب كده يا باشمهندسين، قلبنا الحاسبه القمر دي. الكسر بتاعنا اهو 4 في 140 واقسم على 28 يساوي 20. نفس القصه هاخد له 10 على الصاد هيساوي 28 على 140. تاني تاني يا باشا، الصاد بيساوي 10 في 140 على 28 هيطلع ب 50 سم. هبقى المساحه التاني بقى طول في عرض 20 في 50 هيساوي 1000. حاجات مهمه وسهله وبسيطه على فكره، انت بس سيادتك ركز كده وراجع كويس. احنا بنجيب لك القديم والجديد عشان تبقى انت متمكن من الماده ان شاء الله يعني. تعالى شوف السؤال وراه يا باشمهندس بيقول لك ايه. في الشكل المقابل المثلث ا ب ج فيه ا ب بيساوي 6 سم وب ج 9 سم، ده المنتصف ا ب، ده اللي هنا في النص. حلو قوي. هي تنتمي ل ب ج بحيث ب 2 سم، فان مساحه وكان مساحه المثلث ده ب ه تساوي 2 سم، دي مساحتها ب 2 سم. خلاص كده؟ فان مساحه المثلث الكبير، فسيادتك ا ب عندك كله ب 6 سم وب ج كله ب 9 سم، فبالطبيعي الحته دي لوحدها كام سنتي؟ 9 وناقصين فيها 7 سم لو احتجتها. ده 6 يبقى 3 سم، 3 سم. يا باشمهندسين يا محترمين، احنا قلنا هنا هنشابه مثلثين ازاي؟ اولا نزود ب مشتركه. تاني معلومه عندك، خد الصغير على كده معلمتك، هقول له ب ه على ب د، علمتك ده صغير على الكبير 2 على 3، واروح اقول له برده صغير على الكبير ده 6 و9، اقول له ب ا كبير كله ب ا على ب ج كله 6 على 9 برضه يساوي 2 على 3. فالمثلث عندك الصغير ابدا بقى ب ه د، الصغير بقى ب ه د، ابدا ب ه د يشابه المثلث ب ا ج. بس الله عليك. بعد ما وصلت للصوره دي والشكل ده والاساس ده، حط بقى المساحات بقى. فمساحه المثلث ب ه د على مساحه المثلث ب ا ج بيساوي ضلع على ضلع تربيع. اختار ضلعين ب ه على ب ا، ب ه على ب ا الكل اس 2. طب ممكن تعوض معايا الصغير عندك ب 2 على مساحه الكبير كله اللي هو ب ا ج هو عاوزه. طب ب نفسه ب 2 على ب ا كله ب 6 الكل اس 2 فيها الواحد فتربع في الاخر 1 9. فاضرب مصفى مساحه المثلث ب ا ج اللي هو عاوزه يا جماعه 18 سم مربع. بس يبقى الحوار كله انت بتشابه المثلثات، وبعد ما تشابه المثلثات بتحط النسب بتاعتك. حوارك بسيط اهو. تعالى ورايا يا باشمهندس يلا. سؤال رائع برضو محترم هنا. الراجل ا ب قطر دايره فيه د ج عمودي على ا ب، وده ج 16 سم، د ج كله 16 سم، والف هي عندك دي لوحدها 4 سم. حلو قوي. فهنا مساحه الدايره بتساوي ايه؟ سؤال رائع وتحفه. هقول لك حاجه معلومه قديمه في ثالثه اعدادي. هو الاخ م ه دلوقتي عمودي على ج د، ولما بيكون م ه عمودي على ج د فم ه ينصف ج د. معلومه، عمود وينصف، عمود ومر المركب، فده بيساوي ده. اصلا ج د كوب 16 يبقى ده 8 سم، ده 8 سم. كلام امر خالص اهو، بس متقاطعين هنا في ايه؟ فاحنا عاوزين عشان نجيب مساحه الدايره محتاجين نص القطر. طب حل عادي خالص. هروح اقول له اله ج في اله د يساوي ه ا في ه ب، وعوض اله ج نفسه ب 8 في 8 اله ا نفسه ب 4
في الهي بي ما اعرفوش، فاقسم على 4 في الطرفين، يطلع الهي بي بيساوي عندك كام؟ 16 سم. قمر كده، ده زي الفل. حلو يا مستر. يبقى انا جبت الهي بي كله بكام؟ 16. ده كله 16، وانت اصلا معاك الف ب 4، يبقى ساعتها اروح اقول له الالف ب كله اللي هو بيساوي القطر 4 زائد 16 هيساوي 20 سم. يبقى نقي لوحده ب 10 سم. عاوز بقى مساحه الدايره، مساحه الدايره باي نقي تربيع، فالنقي نفسه عندك ب 10 4 100 باي. بامانه اسئله محترمه واسئله سهله واسئله مهمه، فانا محتاج سيادتك تكون قاعد مركز وفاهم كويس وتكتب ورايا، يا ريت اوليات قبل ما تكتب ورايا تحل لوحدك وتجرب تحل لوحدك. السؤال اللي ورايا بقى يا باشمهندسين تعالى كده، اذا كان لا من جذريه المعادله س تربيع ناقص ناقص 5 س زائد 3 يساوي 0، عاوز معادله 2 لام و3 و2 م. صلى على الحبيب. هو مبدئيا عشان تحل السؤال ده انت اول حاجه تروح تجيب لام زائد م. حلو. معادله عندك هتجيب لام زائد م سالب معامل س على معامل س تربيع. طبعا انت عارف يبقى 5. وتعالى هات اللام في م كام؟ الحد المطلق على س تربيع، فالحد المطلق كام؟ 3. احنا عشان نكون معادله ركز بقى، فمحتاج مجموع الجذرين الجداد وضربهم. الجذرين الجداد مين؟ لا 2 لام و2، اكتب كده بالعربي مجموع. اكتب مجموع، اجمع 2 لام زائد 2 م، وعاوز اصرف منها الحاجه من فوق، فانا اسحب 2 عامل مشترك يبقى لام زائد م، يعني 2 ولام زائد م ب 5 ب 10. جبت المجموع ربنا كرمنا. هات بقى كمان الضرب. بص يا سيدي ضربه 2 لام في 2 م، اضرب يا باشمهندس 4 لام م. ما انت عندك 4، طب لام م نفسه عندك بكام؟ ب 3، يعني في الاخر كام؟ 12. خلاص كده معاك مجموع ضرب. هات بقى اكتب المعادله س تربيع، فخد المجموع هو 10 غير اشارته يبقى سالب 10 وحط جنبه س، وخد الضرب حطه زي ما هو ب 12 يساوي 0. قمر والله العظيم. يبقى س تربيع ناقص 10 س زائد 12 فين هي؟ س تربيع ناقص 10 زائد 12 اختيار رقم ج. اللي بعدها يا باشمهندسين، اذا كان د س بيساوي 9 ناقص س تربيع فان الداله تكون غير سالبه. ده بقى اشاره المقدار الجبري اللي هو يعتبر اول درس في الواحده الثانيه. بصوا يا باشمهندسين عشان تكونوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، لو جات لك داله تربيعيه، باكد تاني اهو داله تربيعيه خدها سواء بصفر. ماشي يا مستر. 9 ناقص س تربيع يساوي 0، وحل قوسين او طلع س بره يبقى س تربيع يساوي 9، وخد جذرها س بيساوي موجب وسالب كام؟ 3. فطلعت لك قيمتين للسين، فبرسم خط على كده. حلو الكلام. الخط كالاتي، في سالب 3 وفي موجب 3، في سالب 3 وموجب 3. فاسمع بقى اللي اقول لك عليه احفظها ضروري. لما الخط يقسم 3 مرات 3 اجزاء كده بكتب كده كلمه نفس عكس نفس. الناس اللي مش عارفه او مش فاكره لازم تاخد بالها. نفس عكس نفس، بص لاشاره السين تربيع اللي في المساله فوق اشارتها ايه؟ سالبه، فنفس يبقى سالب، هنا موجب هنا سالب. ركز في الكلام. هو عاوز بقى السؤال بص تكون غير سالبه. غير سالبه يعني عندك تاخد حاجتين، خد بالك سالب دي بصفر و3 دي بصفر، فانت عندك كام حاجه على الخط؟ على في موجب وفي سالب وفي صفر. انا مش عاوز تكون، عاوز تكون غير سالبه، يعني ممكن تكون موجبه وصفر. فالفتره الموجبه فين حته؟ انا عاوز موجبه تكون موجبه اهو، موجبه منين؟ من سالب 3. السؤال انا عاوز موجبه بس ولا غير سالبه؟ غير، فانت عاوز الحاجتين الموجب والصفر، فالصفر معايا فاقفل الفتره بتاعتي. طب لو عاوز موجبه بس اقول سالب 3 فتره مفتوحه عشان مش عاوز الصفر. ركز كويس قوي في اللي بيحصل في السؤال قدامك على السبوره. اختيارك رقم ده. كلام مهم واسئله مهمه وفي غايه الاهميه كمان. تعال نشوف السؤال اللي وراه يقول ايه. الزاويه الموجهه في الوضع القياسي قياسي زاويتها سالب 70 درجه تكافئ زاويه موجهه بقياس موجب تقع في الربع الكام. هو كده كده سالب 70 طبيعي، هتعمل ايه؟ هتجمع على 360 هيطلع عندك يا فندم 290. ربع الكام؟ ربع 3 دي ما فيهاش اي مشكله خالص، دي سهله وبسيطه والناس كلها حافظاها وصممها. السؤال اللي بعديه يا باشمهندسين، اذا كان الضلع النهائي للزاويه الموجهه في الوضع القياسي يقطع داله الوحده 3 على 5 وسط. احنا هنا وسط اكبر وسط، احنا هنا نقف شويه. قلت لك لو جاب لك زوج مرتب في الامتحان او في السؤال عندك يبقى انت محتاج تخلي الصاد لها قيمه تجيبها. فانا حافظ قانون داله س تربيع زي الصاد تربيع عندك بيساوي 1، فالسين عوض 9 على 25. صاد تربيع عندك بيساوي 1، طلع بره يبقى صاد تربيع 1 ناقص على 25، فاطرح 16 على 25 فخد جذرها، يعني صاد بيساوي موجب وسالب 4 على 5، والناس المفروض عارفه الكلام ده كويس، بس انا هاخد موجب سالب موجب عشان اكبر من صفر. وارجع اكتب زوج مرتب تاني بقى 3 على 5 و4 على 5. بعد كده شوف هو عاوز ايه. دي اول حاجه تعملها.
عاوز بقى منك ايه؟ 12 ظا 12. خلينا نتكلم بقى، الرقم بتاعي اسمه 180، غلبان ولا عفريت؟ لا ده غلبان، فبتاخد ظا زي ما هي ظا سيتا. السؤال التاني المهم، 180 ناقص ربع كام؟ ربع تاني، فعد عدد كل جبار ظا ربع تاني، كل جبار جبار، قلت جبار يعني جاه. فشوف الظا اللي مكتوبه دي لازم انت قلته يكون هو المكتوب، لو هو تاخد موجبه، طب لو مش هو المكتوب يبقى تحط سالب، وهي مش مكتوب فعلا، فاكتب بقى 12. طب انا عايز اجيب الظا من هنا، قلت لك ايه؟ الثاني ده على ده، بسط على البسط بس 4 على 3، واحسن يطلع في الاخر كام؟ سالب 16. حوارك خلص يا جماعه. شوف الدنيا سهله بصيتها ازاي، مفيش حوار يكلكع لك امورك، والدنيا ان شاء الله كويسه وسهله. تعالى خد اللي ورايا يا باشمهندس، بيقول لك ايه؟ اذا كان سيتا زاويه حاده موجبه فان جذري المعادله س. سؤال رائع بقى، سؤال رائع بجد. س تربيع زائد 2 جذر س زائد 1 ناقص ج تربيع س بيساوي 0. بص يا سيدي بقى كده وركز لي بقى شويه. الراجل عاوز يعرف نوع جذري المعادله ايه. طيب هات الف وب وج. ايه السؤال الغريب ده؟ الف بواحد، طب امشي معاه، يعني انت فاهم، طبق اللي انت فاهمه. الب اللي جنب السين 2 جتا سيتا، الجيم الحد المطلق اللي هو 1 ناقص ج تربيع سيتا، كويس. فانت حافظ القانون اسمه ايه؟ ب تربيع ناقص 4 ا ج. هو عاوز نوع الجذرين بقى، فعوض معايا الب 2 جتا سيتا 4 جتا تربيع سيتا. ايه يا استاذ ده؟ اسمع وخليك ماشي مع السؤال، مالكش دعوه. ناقص 4 في الالف بواحد في الجيم 1 ناقص ج تربيع سيتا. بعد اذنك يا استاذ لو سمحت، حط 4 جتا تربيع سيتا او جتا تربيع سيتا، واضرب 4 في 1 ب4، واضرب في القوس، يبقى سالب 4 في 1 سالب 4. سالب 4 في سالب يبقى موجب 4 ج تربيع سيتا. خليك بقى معايا كلمتين اتنين، ما هقول لك ورد غطاهم بقى. معلش، هاخد دي ودي لوحدهم واخد منهم 4 مشتركه، يفضل ج تربيع سيتا زائد ج تربيع سيتا، وبعدين ناقص 4 زي ما هي. حلو الكلام كده؟ ممكن اسالك سؤال وترد عليا؟ حط 4 معلش دلوقتي، هي طبعا هاخد الترم التاني باستفاضه اكتر. الجا دي تمثل ايه؟ س، صح ولا لا؟ يبقى س تربيع زائد الجا تمثل ص تربيع ناقص 4. اقرا السؤال من اوله. زاويه حاده فان كذا، زاويه حاده فان كذا. انا عارف دي س تربيع زائد ص تربيع تمثل داله الوحده اللي قيمتها بواحد، يعني 1 في 4 ب4 ناقص 4 في الاخر بيساوي عندك كام؟ 0. فحقيان متساويان، يبقى حقيان ايه؟ متساويان. اجابه الف طلعت بصفر. رائعه ومساله محترمه وعجباني ورايقه السؤال، بس امشي مع السؤال واحده واحده وخليك فاهم وطبق اللي انت فاهمه. السؤال اللي وراه يا باشمهندسين بيقول لك ايه؟ المعادله التربيعيه جذرها كذا وكذا. يا عم الحاج انت عشان تكون معادله محتاج تجيب مجموع وضرب بس، بس هات المجموع غير اشارته والضرب حط زي ما هو باشارته. طب اسمع الكلام، مجموع، هات الجذرين اهم 2 ناقص ت زائد 2 زائد 3 ت، دول الجذرين اجمعهم، اجمع يا عم، ده يروح مع ده وده يبقى 4. هات بقى الضرب، معلش اضرب 2 ناقص ت في 2 زائد ت. بذمتك في حد محترم يكتب كده؟ لا طبعا، لازم يحطها في قوس. واضرب دلوقتي الضرب في مرافقه اللي انت خدته وحفظته وصميته في الاعداد المركبه. اضرب معايا الاول في الاول 4 ناقص 9 ت تربيع، فحط 4 زائد 9 هيساوي عندك كام؟ 13. انت ربنا كرمك بالجمع وربنا كرمك بالضرب، اكتب معادله س تربيع. بص يا سيدي بقى، امسك الاربعه غير اشارتها، انا بقول لك جمع غير اشارته يساوي 4 واحط جنبه السين، امسك الضرب وحط باشارته زائد 13 يساوي 0. ادي انا باكد لك على الجزء بتاع المعادله عشان تعرف تتعامل معاه كويس ان شاء الله. يبقى س تربيع ناقص 4 س زائد 13، اختيار رقم ج. فل ورائع وجميل وتحفه وقمر. السؤال اللي وراه يا باشمهندس، اذا كان احد جذري المعادله دي مربع جذر اخر، قلت لك هنا في مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين، قلت لك نفرض الاول، نفرض احد دي بقى، نفرض الاول يساوي لام والثاني عندك هيساوي مربع، يبقى لام تربيع. قمر، لام ولام تربيع. فالطبيعي بتاعنا احنا بنجيب مجموع مره وضرب مره من الجذرين، اجمع يا عم لام زائد لام تربيع. بس هو اداك المعادله، روح بقى المعادله، سالب معامل س على معامل س تربيع يبقى ايه؟ سالب ب على 3 ده على ده غير اشارته. ادي الجمع صح كده؟ ادي واحده بروز دي، ده كده الجمع. تعال نروح نجيب الضرب تاني، احنا مش عايزين نكون معادله، احنا عاوزين نجيب اللام. اضرب، هضرب لام في لام تربيع بلام تكعيب يساوي الحد المطلق 3 على 3 في الواحد، بقى لام رسمي بيساوي 1. الله عليك، بقى لام بكام؟ بواحد. خدها وعوض بها هنا، يبقى 1 زائد الواحد يساوي سالب ب على 3، يعني 2 سالب ب على 3. اضرب مقص سالب 6. ايه الامارات ده؟ وايه الكلام العسل ده؟
السؤال خلص اهو. موضوع عندك يا جماعه بسيط والله، انا بقول لك بسيط. نمسك اللي وراه، سؤال برضو معروف ومفهوم وانتوا حافظينه صم. 1 زائد ت أس 2 فكاهي، مربع الاول بواحد ومربع الثاني ت تربيع، وبعدين اول في الثاني في 2، 1 في ت في 2 ب 2 ت بيساوي س زائد ت ص. فطبعا 1 زائد 2 ت ودي ناقص 1 بيساوي س زائد ت في ص، فيروحوا مع بعض، ف2 ت هيساوي س زائد ت ص. فانا بعمل ايه؟ طبعا السين حقيقي لازم يساوي حقيقي، لك مفيش بسيم صفر. اللي جنب الت هيساوي اللي جنب الت، يعني ص عندك بيساوي كام؟ 2. فانا عاوز ايه في السؤال؟ عاوز س زائد ص، هجمع صفر و2 ب2. ده كلام قمر خالص والله يا عم، ده كلام قمر. اللي وراها يا باشمهندسين في الشكل المقابل عاوز منك تقول ب ه. الناس كلها عارفه ان هي بره، وزع ه ب في ا، ه د في ج. يلا بينا، هروح اقول له ه ب في ا بيساوي ه د في ه ج، واقعد معايا ه ب نفسه مش عارفه، سميه يا عم س، سميها س دي بقى س. طب ه ا كله بقى يقول له س زائد 5. طب ه د ب 3. طب في ج كله بكام عندك؟ ب 12. اضرب معاه كده بقى س تربيع زائد 5 س ناقص 36 بيساوي 36. طلع جوه يبقى س تربيع زائد 5 س ناقص 36 بيساوي 0. واحلل قوسين 2 س وس، كام في كام؟ ويكون فرقهم 5. عندك 4 في 12، لا 4 خد كده 5. 6 في 6 لا 4 في 9. مين الكبير عندك؟ 9 وساوي س مره هيساوي 4 وس مره بيساوي كام؟ 9. ده مرفوض، فانا عاوز ب ه 4 سم. الامرايه جت سريعا. السؤال اللي وراه اسمع تاني السؤال. اذا كان لام جذريه، عاوز اكون معادله، قلت لك ايه؟ معاك لام جذريه معادله، هقول له حاضر، هجيب لام زائد م، انت حافظه، سالب معامل س بقى 3، وقت اللام في م الحد المطلق هساوي 4. طيب جبت لام زائد م وجبت لام في م، تعالى بص يا باشمهندس بقى، انا عاوز اكون معادله مجموع، هجمع دول لام على م زائد م على. فالناس لو مش عارفه واحد مقامات، بص يا باشمهندس، لام في م زي ما هي، واضرب مقص لام في لام بلام تربيع زائد م تربيع. الناس اللي قاعده قدامي سامعاني ورا الكاميرا دلوقتي، المفروض القانون ده يكون محفوظ كويس قوي. طب الفك بتاع القانون واحفظه دلوقتي لو مش حافظه، اللي هو ايه؟ لام زائد م لكل اس 2، ده الفك بتاعه، ناقص 2 لام م على لام م تحت. شوف انا عملت ايه، وحتى مقامات ضربتهم في بعض، فوق لام تربيع زائد م تربيع، ده لازم يكون محفوظ مش هتحل من غيره. فلام زائد م اس 2 ناقص 2 لام م. ابدا اعوض دلوقتي. لام زائد م لسه ب 3 4 9، لام م بسالب 4 في 2 سالب 2 موجب 8 على سالب 4، بقى فوق عندك سالب 17 على 4. خلاص حسبتها لك. تعالى بقى لام على م ضرب بقى، لام على م في م على، فاضرب يا عم، راحت يا عم راحت بتساوي 1. عاوز المعادله بقى اكتب س تربيع، هات مجموع جذرين غير اشارته، يبقى موجب 17 على 4 س، ده اللي قلته غير اشارته، والضرب زي ما هو زائد 1. مش هتلاقي في الاختيارات كده، او لو جات لك مقالي يبقى اعمل ايه؟ السؤال ده مقالي على فكره، اخلص من 4، اضرب المعادله كلها في 4، كله 4 في س تربيع، 4 تروح مع ال4 يفضل 17 س، و4 في 1 ب4 يساوي 0. خلص الكلام، فحوارك بسيط وسهل. طيب تعالى وراها شوف تاني برضو واكد على المعلومه اللي انا قلتها لك اهو. لام وميم جذريه المعادله دي، طيب هنروح نجيب لام زائد ميم، احفظ معايا بقى كده ب7، ولام في ميم عندك هيساوي كام؟ 3. دي اول حاجه. يا مستر هو عاوز منك ايه؟ هو مش عاوز منك معادله، هو عاوز منك لام تربيع زائد م تربيع. قلت لك لازم تكون حافظها. ايه الفك؟ اهو لام زائد م اس 2 ناقص 2 لام م. حلو. طب لام زائد م ب7 4 49 ناقص 2 في 3 بكام؟ 6، فاحسب 43. الله عليك. يبقى الفكره كلها في حفظ لام وم جذريه المعادله، فاجيب لام زائد م ولام في م. كويس قوي. السؤال اللي بعده، د س بيساوي ا س تربيع زائد ب س زائد ج يكون لها اشاره واحده في ح، عندما اشاره واحده كلها يا موجبه يا كلها سالبه، لما يكون المميز اقل من صفر. من الاخر احفظها بقى، اشاره واحده بس ولا يكون لها موجبه يا سالبه، المميز نفسه لازم يكون اقل من صفر. ده اشاره المقدار الجبري، معلش احفظ دلوقتي. فانت بتتكلم دلوقتي تكون لها اشاره واحده لو كان المميز اقل من صفر، طب لو يكون لها نفس عكس نفس لو كان المميز اكبر من صفر،
طب برضه بيكون لها اشاره واحده بس في النص فاصل لو كان الموازي بيساوي صفر. نص يعني في صفر في النص فاصل لك يمين وشمال موجب وموجب او سالب وسالب. ادي كمان حاجه ثانيه. الحاجه اللي وراها اذا كان مدى الداله د س بيساوي 2 ا ج س في الفتره، هو الفتره سالب 6 6. بص انا بقول لك المدى بتجيبه من هنا، يعني من سالب 2 ا ل 2 ا، بس هو قايل لك المدى جاهز سالب 6 6. خد ده ساوي ده او ده ساوي ده، يبقى 2 ا هيساوي 6، فا هيساوي عندك كام؟ 3. امر خلاص. ادي قيمه الالف معانا. ادي سؤال بسيط، يبقى الف يساوي عندك كام؟ 3. اجابتك اهي. السؤال اللي وراه قال لك اذا كان مساحه الشكل 42، ده 42 ا ب د، فده المساحه 42 اسف 42 صح. عاوز مساحه المثلث ج ه د فانا بعمل حركه لذيذه قوي، بسمي ده س. خليك ناصح بقى. مين المثلثين المتشابهين؟ يلا لازم اقول له تشابه مثلث يشابه مثلث. مين؟ ج د ه يشابه مثلث ج ا ب. فالصغير ده مع الكبير كله. بعد ما شبهت المثلثين نحط المساحات. انت عارف بقى ده مساحه المثلث ج د ه على مساحه المثلث ج ا ب تساوي ضلع على ضلع تربيع. اللي عندي مين؟ بص يا سيدي، ج د على ج ا، بص كده ج د على ج ا لا. طب د هي على ا ب، د هي على ب لا. طب ج ه على ج ب، ج ه على ج ب الكل اس 2. اسمع بقى اللي عاوز اقوله، دي مساحه يا جماعه ودي برده مساحه برده بتاعتنا. فيا عم الحاج لو انا عاوزك تعوض مساحه ج د اللي هي سميتها س على مساحه ج ا ب كله، هو عباره عن حاجتين، مين؟ الس و42، فاجمعهم يبقى س زائد 42 يساوي ج ه نفسه. فج ه نفسه عندك بكام؟ ب4 على ج ب كله ب10 الكل اس 2. فبصل كده على تفعل 2 على تفعل 5 وربعها يبقى 4 على 25. عاوز اضرب مقص 25 في س ب 25 س، و4 في س ب 4 س، زائد 4 في 2 ب 8، و4 في 4 ب 16. وادي تغيير اشاره، يعني 25 ناقص 4 21 س بيساوي كده 168. بس اعمل ايه؟ هقول له حاضر يا مستر اجيب لك الاله الحاسبه واحسب له مين بقى؟ كام عندك؟ 168 168 على 21 هيساوي 8 تقريبا. ايوه حصل. بقت بالس يساوي كام عندك؟ 8. فمساحه المثلث ج د الصغير بكام عندك؟ ب 8 سنتيمتر مربع. حوار سهل اهو وماشي امورك معاك والامور زي الفل اهي. طيب السؤال اللي وراه يا باشمهندسين، عاوز قيمه س سهله وبسيطه وتران متقاطعان جوه الدايره. يلا ه ب في ه ا، بعدين اقول له ه د في ه ج. يلا بينا ه ب في ه ا بيساوي ه د ه ج في ه د. ه ب ب6 في س. طب ه ج نفسه عندك بكام؟ 7 في 12 واقسم على 6 في الطرفين، يبقى هنا س بتساوي 14 سم. عاوز قيمه س، اقول له عينيا الاثنين. سهل وبسيط. السؤال اللي وراه يا باشمهندسين، جهه تربيع بقى على 4 ناقص جهه تربيع بقى على 4. ممكن واحد يشتغل آلة حاسبه بس واحد تاني عاوز يتعامل مع ايده. جهه تربيع بقى على 4 يعني 45 ناقص جهه تربيع بقى على 4 يعني 45. اصلا لو حسبت ده تربيع يبقى 1 على جذر 2 تربيع ناقص 1 على جذر 2 تربيع، من غير ما تقعد تفكر تجيب صفر. خلاص جيب صفر. عاوز الاختيار صفر بقى. طب هنا جاتا 180 سالب 1، جاتا 90 ب1، جاتا 180 هنا جاتا 90 هي اللي بصفر، دي جاتا 90 فجاتا 90 بكام عندك؟ بصفر. هي نفس الاجابه عندك. طبعا تساعدك الاله الحاسبه شويه. عدد قيم س الحقيقيه تحقق المعادله 2 س تربيع ناقص 7 س ناقص بيساوي 5. قيم س الحقيقيه. بص يا باشمهندس ودي تغيير اشاره، يبقى 2 س تربيع ناقص 7 س ناقص 5 بيساوي 0. وليه لحد كده ما تشتغلش تقول لي حل؟ انا كل اللي عاوزه من سيادتك دلوقتي انك تشتغل بمميز. يبقى عاوز عدد قيم هات مميز عشان اعرف هم يطلعوا موجب ولا سالب ولا صفر. تعالى بص كده، الف عندك ب2، الب عندك بسالب 7، الج عندك بسالب 5. فقانون ب تربيع ناقص 4 الف ج. حلو. وعوض 49 ناقص 4 في 2 في سالب 5. 49 زائد واضرب 2 في 4 ب 8. 8 في 5 كام؟ ب 40. 89 اكبر من صفر، فكده عدد الجذور لها 2. لو اكبر من صفر 2 يساوي صفر بواحد، اصغر من صفر مفيش، ودي عدد الحلول بتاعتك. فكده انت عندك كام حل؟ 2. سؤال سهل ولذيذ
بسيط ومفيهوش مشكله خالص. يلا اللي وراه لسه بدري، خد بالك شويه. اذا كان س بيساوي -1 احد جذري المعادله، احد جذري المعادله س تربيع ناقص ك س ناقص 6 بيساوي 0، فان مجموع جذري المعادله بيساوي كام؟ هو مبدئيا هو قال لك س -1، عوض بيه هنا يا جماعه في المعادله، فعوض -1 تربيع اضرب ك في -1 ناقص 6 بيساوي 0، ربع دي بواحد زائد ك ناقص 6 بيساوي 0، حط ك في 1 ناقص -5 بيساوي 0، فالكاف رسمي يساوي 5. جبنا قيمه الكاف. هو مش عاوز كاف، اقرا السؤال اللي اخره. فان مجموع جذري لازم اجيب مجموع جذري، انت حافظه؟ ايه هو مجموع جذري؟ سالب معامل س على معامل س تربيع. هكتب معادله تاني بقى، س تربيع، شيل الكاف حط -5 يبقى 5 س ناقص 6. عاوز بقى لام زائد م مجموع جذرين، قلت ايه؟ سالب معامل س على احفظ السؤال او مش احفظ، ركز واقرا السؤال كويس. 5. ادي يا عم الحوار بتاعك في منتهى البساطه. اللي بعده جتا 90 زائد 6 بيساوي جتا على 2. مش ركز في السؤال وحفظتك وقلت لك يا باشمهندس الرقم ده اسمه 90 غلبان ولا عفريت؟ قلت لي عفريت. يا عفرة الداله جتا تخليها جا سيتا. لسه ما خلصتش. 90 زائد ربع التاني، عد كل جبار. هل جبار هي اللي مكتوب قدامك في الاصل؟ لا، تاخد سالب تساوي جذر 3 على 2. ده اللي قلته، ما تسيبش السالب هناك، حطه هناك بقى الجذر اهو. بيساوي عندك سالب جذر 3 على 2. قلت لك بقى مالكش دعوه بالسالب وانت بتحل سيتا. آلة حاسبة شيفت كوزاين جذر 3 على 2 من غير السالب وانت بتجيب الزاويه. اسمع من اخوك بقى، هيطلع معاك في الاخر الزاويه عندك 60 درجه. واروح بقى كده ده سالب احطه كده سالب. لو سمحت يا مستر، انت قلت لي الجا موجبه في الربع الاول والثاني فسالبه الثالث ورابع، اكتب هنا 3 واكتب هنا 4. يا مستر لو سمحت بعد اذن سيادتك يا مستر، انت قلت 3 و4، فانت عاوز في الثالث بتعمل ايه والرابع تعمل ايه؟ الثالث بيقول 180 زائد الرقم، وهنا 360 ناقص الرقم كام؟ 60. الرقم كام؟ 60. احسب هنا 240، احسب هنا 300. فمجموعه الحل عندك يا باشمهندس 240 300. استنى اقرا السؤال، عاوز اصغر زاويه فاخد الصغيره فيهم 240 بس، هو عاوز 240. والله العظيم مسائل تحفه ومسائل مهمه، ركز فيها انت هتلاقيها في وشك في الامتحان. انا عارف بقول لك ايه كويس. السؤال الرائع بتاعنا مسائل تشابه تاني، عاوز منك به تاني. طبعا الناس عارفه هعمل ايه. اول حاجه زاويه الف مشتركه، فاكتب الترتيب. مثلث يشابه المثلث، حط الف مع الف د هنا والناحيه الثانيه ج هنا، فاضل لك حرف ه وب. بعد ما خلصت حط نسب الف د على الف ج، د ه على ج ب، الف ه على الف ب. لو سمحت عوض الف د ب4 على الف ج كله عندك ب8، د ه والج ب مش عاوزهم خالص. طيب الف ه عندك بكام يا فندم؟ ب5 على الف ب ما انتش عارفه، فيها الواحد فيها الاثنين يضرب مقص يعني الف ب ب 10 سم. انا مش عاوز الف ب، بص هو عاوز ايه؟ عاوز ب د 10 ناقص 4 فيها كام؟ 6 سم. قسم برب لا 6 سم. حوار بسيط وسهل وامر جميل ورائع كمان. ايه اللي وراه يا باشمهندس؟ قال لك هنا س ص يوازي ب ج وعاوز منك، وقال لك ده بيساوي ده. طب انا كنت دايما بحط اسمي هو س هنا اسمي لام ولام، خليني ناصح بقى شويه، خليني ناصح. وعاوز منك الف ج نفسه بكام؟ حاضر الف ج كله. بص يا باشمهندس، المثلث الف ص س يشابه المثلث الف ج ب قمر، وعاوز نسبه الف ص على الف ج اول حرفين، بعدين ص س على ج ب، بعدين الف س على الف ب. فالف ص نفسه اسمه لام. طب الف ج كله لام زائد 12، ص س مش عندك خالص، الف س عندك ب3 على الف ب كله ب3 زائد لام. حلو الكلام؟ حلو الكلام اهو، واضحه وبسيطه اهي. يبقى لام وزائد اضرب نص 3 لام تربيع 3 لام زائد لام تربيع اهو، ده في ده اضرب 3 لام زائد 36، فده يروح مع ده، فلام تربيع 36. ايه العسل ده؟ والله سهل، خد الجذر 6 مفيش موجب وسالب ما رجعناش اطوال، يبقى الف ج انا جبت الف ج، انا جبت اللام بس، يبقى الف ج كله بقى بكام؟ شوف بقى لازم تقرا السؤال لاخره. 6 زائد 12 18 سم. ادي الحوار يا باشمهندس.
السؤال اللي وراه لام ولام تربيع جذرية المعادلة، عاوز قيم. عينيا الاثنين. انت عارف بتجمع مره والضرب مره، اجمع يا عم. هات مجموع بالعربي، اكتب مجموع. لام زائد لام تربيع هيساوي عندك سالب كاف. خلاص اهي، سيبها. هات ضرب. لام في لام تربيع بيساوي عندك كام؟ 27. يعني لام تكعيب بيساوي 27، يعني لام عندي بيساوي 3. خد عوض فوق. لام 3 زائد 9 بيساوي سالب كاف، يعني سالب كاف بيساوي 12، يعني الكاف بيساوي عندك سالب 12. ايه ده؟ خلصت. تاني. لام ولام تربيع جذرية معادلة، اجمعهم. لام زائد لام تربيع، روح المعادلة سالب كاف. طب خلاص ما جبتش كاف، كمل ضرب. لام في لام تربيع بلام تكعيب، اضربهم 27. في الاخر جبت لام يساوي كام؟ 3. ورجعت عوضت فوق هنا عشان اجيب الضرب، خدت دي رحت جاي معوض بيها اهو. بس يطلع في الاخر عندك سالب كام؟ سالب 12. السؤال اللي وراه يا باشمهندسين، نون تنتمي لصاد، عاوز منك ت اس 4 زائد 12. قلت لك فكها، افصلها من بعضها، خليها ت اس 4 نون في ت اس 42. فلو جيت حسبت ت اس 4 نون دي بواحد، ت اس 42 دي لو جيت اتكلمت فيها رحت واخد ت كده واشوف رقم اقل من 42 يقبل اسم على الاربعه. و41 لا 42 40 يبقى كده كام؟ 2. فواحد في سالب واحد يساوي كام؟ سالب واحد في الاخر. الا الجمال والحلاوات دي. هادي الحوار يا عم. اللي بعد يا باشمهندس، الزاويه قياس ت في الوضع القياسي تكافئ زاويه قياسها كام؟ كلنا عارفين مش محتاج تعمل حاجه، يا تجمع يا اطرح. اجمع الاول شوف موجوده ولا لا. 60 زائد 360 هيساوي 420. حصل موجوده. بتفكر في ايه؟ سيبها خلاص. اللي وراه، اذا كانت النسبه بين محيطي مثلثين متشابهين 1/9، فين النسبه بين مساحتين؟ دايما كنت بقول لك لو عاوز مساحه ربع المحيط او ربع الضلع. لو العكس عاوز المحيط وعاوز الضلع باخد الجذر المساحه. هو عاوز المره دي المساحه فهربع. ربع 1/9 يبقى 1 على 81. حاجات سريعه وبسيطه ومهمه. اللي وراه في الشكل المقابل تاني س. حلو، طبعا متقاطعين في ه. يلا ده في ده يساوي ده في ده. هقول له ه ج في ه د بيساوي ه أ في ه ب. ه ج نفسه 6 في ه د اللي عندك ب 18. ه أ نفسه 3 س في 4 س. طب بتضرب يا عم؟ اقول لك احلى حاجه اقسم ده على ده ولا 4 هنا وهنا. ريح نفسك. يعني س تربيع بيساوي، احسب بقى، فيها الواحد فيها الاثنين فيها الواحد فيها الاثنين فيها الواحد فيها 9 من الاخر يعني، او انت احسب على حسب 9. فخد جذرها يطلع 3 سم. بس يا عم حوارك قمر خالص اهو. ايه الدنيا يا عم. تعالى شوف اللي وراه يقول لك ايه. كده امورنا زي الفل لحد دلوقتي اهو. تعالى شوف برضو السؤال اللي وراه واكد تاني. يلا بص يا سيدي بقى، ده اللي هي وازي ب ج ا ايه. ما تقوليش تشابه، مع ان ممكن تشتغل تشابه عادي وتجيب اللي انت عاوزه، بس الاكتر ليك ماشي اشتغل تشابه. الاكتر ليك لو انت عاوز تشتغل تستفيد بالتوازي فجزء الجزء. يعني انت عاوز الف ه، انت لو عاوز د ه او ب ج حاجه من الضلعين اللي جوه فغصب عنك هتشتغل تشابه. يعني لو عاوز د ه او ب ج وطلب منك حاجه من دول تشابه، او مديك حاجه منهم تشابه. خلاص كده. يعني هنا ممكن تشتغل تشابه وفي نفس الوقت انت ممكن تشتغل كمان نسب. يعني اقول له ايه؟ بما ان د ه يوازي ب ج فانا اقدر احط نسب. أ د على د ب هيساوي أ ه على أ ج. أيوه صح، يبقى أ د جزء الجزء على د ب بيساوي أ ه على ه ج. زي الفل جدا. فأ د نفسه 6 على د ب ب2 بيساوي أ ه مش عارفه على ج ب4. فأقول له أ ه هيساوي عندك كام؟ 6 في 4 على 2 في الواحد في 2 يساوي عندك كام؟ 12 سنتيمتر. بسيطة وسهلة. هات اللي وراها يا باشمهندس. نفس الكلام تاني. أ د أ ه يوازي د ج وأ ب 3 سم وب ج 6 سم وه د ب 12 سم زي ما انت شايف. ب ه د كله 12 سم. ده كله 12 سم. خد بالك بقى. فالراجل قال لك عاوز منك ه ب اشتغل توازي. هقول له أ ه يوازي د ج. فلو انت ناصح وذكي انت معاك الضلع كله فاشتغل الجزء الكل. يعني ايه؟ ابدا من أ ب بس على أ ج. اقول له أ ب على أ ج حسب السؤال ما بيشتغل فيه بيساوي، واروح اقول له ه ب بس على ه د الكل وعوض بقى يا باشمهندس. أ ب نفسه 3 أ ج كله هجمعهم 9. ه ب اللي انت عاوزه على ه د الكل ب 12 فيها الواحد فيها 3
واضرب مقص ه ب 1 في 12 على 3 فيها ال 4 سم. ادي برضو حوار سهل. السؤال اللي وراه أ د يوازي س ص يوازي ب ج أ س 9 سم. أ س 9 وص ج ب4 وب س بيساوي د ص. انا قلت لك سمي ده لام وسمي ده لام في توازي. رحت قايل لك ايه؟ هقول له بقى بما ان د يبقى د ص على ص ج. بص يا باشمهندس، يوازي د ص على ص ج هتساوي الناحيه الثانيه أ س على س ب. فد ص عندك اسمه لام. طب ص ج نفسه ب4 بيساوي أ س 9 وس ب برضه اسمه لام. اضرب مقص يعني لام تربيع 36. فلما اخد جذرها يساوي كام سنتي؟ 6 سم. فانا عاوز د ص، فد ص عندك بكام؟ د ص بلام 6 سم. ادي الامور ماشيه زي ما انت شايف كده، وامورك سهله ان شاء الله يعني. تعالى نخش على السؤال اللي وراه. بيقول لك ايه بقى؟ الزاويه التي قياسها 210 زائد 180 في ن 2 ناقص 1 حيث ن ص قياسها تقريبا يساوي كام؟ صلوا على الحبيب الاول الشكل ده مش عاجبني اصلا. ف 220 210 واضرب 180 في القوس 360 ن ناقص 180. لازم اجمع دي واجمع دي. فلما احسبها هيطلع معاك في الاخر 30 زائد 360 ن. عاوز اقول لك معلومه، دي اسمها الزاويه المكافئه او القانون بتاع المكافاه. الزاويه فين بقى؟ هي 30 اهي، يبقى زاويه 30. عاوز احول دائري، شفت الكلام في ايه؟ 30 في باي على 180. فاكر وضع الزاويه المكافئه كان القانون بتاعها ايه؟ الزاويه موجب وسالب 360 ن. ما حصل الزاويه موجب وسالب او موجب بس 360 ن. ف 30. عاوز احول دائري ازاي؟ بضرب في باي اقسم على 180 في الاخر باي على 6 بس يا باشمهندس، او تلت باي او 6 باي اهي. رائع والله العظيم. اللي بعده يلا. بدل ده اللي كنا لسه بنتكلم، كنت بقول لك خد الرقم اللي جنب الجا وجتا وسالب وموجب، سالب 2 وموجب 2. خلاص اهي. السؤال اللي وراه يا باشمهندس، في الشكل المقابل ده مضلع يشاور مضلع او سطعين. طب الموضوع سهل، فحط حرفين أ ب على س ص. يبقى اقول له أ ب على س ص ب ج على ص ع ب ج على ص ع ج د على ع ل ج د على ع ل تساوي أ د على س ل. أ د على س ل. واقعد بقى. فأ ب هتعرض على السبوره. أ ب نفسه ب 12. طب س ص نفسه س دور على س ص. س ص ب 8. ب ج نفسه عندك ب 15. ص ع هو اللي عاوز اصلا بس مش حاجه تانيه. فاقول له ص ع بيساوي 8 في 15 على 12 على 4 في 2 على 4 في 3 في 1 في 5 يساوي 10 سم. ادي الحوار بتاعك برضه. السؤال اللي بعده يا باشمهندس، أ ب ج مثلث د هي يوازي ب ج. أ د 3 سم وده ب ب 4.5 بيجي مع 10 سم. عاوز ده اهي. ده اهي مش انا لسه قايل لك من شويه لو عاوز حاجه جوه او مديك حاجه جوه يبقى على طول تشابه. فمين مثلثين متشابهين؟ مثلث أ د ه يشابه مثلث أ ب ج. أ د ه يشابه أ ب ج. واحط نسب بقى يبقى أ د على أ ب. خلاص حفظت بقى. د ه على ب ج وكفايه عليك. احط الباقي أ ه على أ ج واعوض معاه كده. أ د ب 3 أ ب كل 7.5. ده ليه مش عارفه بس على ب ج ب 10. فاجيب د ه هضرب 3 في 10 على 7.5 واحسبها بآلة حاسبة. 30 على 7.5 تقريبا 4 بس. خلاص. اللي بعدها يا باشمهندسين، مثلث فيه زاويتين 50 60 يشابه مثلث فيه زاويتين 60 وكام. كده زاويتين 50 و60 والزاويه الثالثه 70. فمعنى ذلك ان الزاويه الثالثه اللي هنا هيبقى 60 برضو او 50 او 50 او 70. المفروض يكون 50 يا 70 ثالثه. اللي موجود عندك في الخيارات 70 بس. يبقى انت بتجيب الثالثه. الثلاث زوايا هنا لازم يكون نفس الثلاث زوايا هنا معاه منهم 60. فالزاويه الثانيه اللي هو عاوزها يا 50 يا 70. اللي موجود عندك 70. اللي بعدها يا باشمهندسين بيقول لك ايه؟ بقول لك قياس زاوية 90 درجة س ص عمودي على أ ج ب س 6 أ س ب 10 أ ص بيساوي ص ج. أ ص بيساوي ص ج. عاوز ص ج دي ماشي حاضر عينيا الاتنين. أولا أنا لو سميتها لام وسميت دي لام وأشابه المثلثين. أولا زاوية أ زاوية مشتركة، زاوية قايمة وزاوية قايمة. حلو جدا. فراح أقول له المثلث يشابه مثلث. فأحط الألف والألف مشترك. الصاد هنا والب هنا. فاضل لك حرف أ ص فاضل لها س والألف ب فاضل لها ج. كده تشابه مثلثين. حط النسب بقى يبقى أ ص على أ ب هتساوي ص س على ب ج هتساوي أ س على أ ج. ممكن نعوض أ ص نفسه بلام. طب أ ب نفسه كله
ا ب كله يا باشمهندسين، ا ب كله ا ب كله 16. ص س، ص س ما انتش عارفه ماشي سيبه خالص دلوقتي. طب ب ج برضو مش عارفه سيبه خالص، يبقى دي خلاص مش عاوزها. ا س يا باشمهندس عندك ب 10 بس على ا ج كله، ا ج كله عباره عن 2 لام. الله عليك، اضرب مقص بس خلاص. يبقى 2 لام تربيع بيساوي عندك 160، فاقسم على 2 في الاخر يبقى لام تربيع بيساوي عندك 80. فلما تيجي تكتب جذرها خد جذرها كده، لام بيساوي 4 جذر 5. هو عاوز يستنى، هو عاوز يصاد ج، صاد ج بس ب 4 جذر 5 خلاص. لا لا، شوف الموضوع سهل ازاي. قلت لك ما تحورش كتير، الموضوع سهل واشتغل معاه. السؤال الثاني 3 س تربيع زائد 4 س زائد م بيساوي 0، وكان المميز بيساوي 4. طب هو المميز ب4، طب انت حافظ المميز من الاول ا ب3 قبل المميز، ب ب4، الج بم ناقص 3. هات المميز ب تربيع ناقص 4 ا ج واروح مساوي ب4. فالب ب4 4 16 ناقص 4 في القلب 3 في الج بم ناقص 3 بيساوي 4. واضرب حط 16 زي ما هي، واضرب معاها كده 12 م 12 دي 12 في م يبقى سالب 12 م، سالب موجب 36 بيساوي 4. جمعها يا باشمهندس كده، سالب 12 م زي ما انت، 16 و36 16 و6 6 6 2 2 و3 5 بيساوي 4. ارمي بره، يبقى انت بتتكلم في سالب 12 م يساوي عندك 4 ناقص 52 سالب 48، فاقسم ب 4. سؤال بسيط خالص اهو. شوف السؤال بيقول لك ايه المميز، حاضر هجيب له ا وب وج، وبعدين ا خلاص زي ما انت عارف، ب ج اهو بس، واقعد في المساله وساوي المميز ب 4. يعني دي سؤال قمر. السؤال اللي وراه بيقول لنا ايه؟ لام وم جذري المعادله س تربيع زائد س ناقص ك ناقص 4، وكان 2 لام زائد 3 م بيساوي سالب 5، فان ك بيساوي كام؟ صلوا على النبي بقى عشان ده سؤال مهم جدا. لام وم جذري المعادله، لو انا فكرت رحت جبت لام زائد م لوحدها من هنا، احنا قلنا عارفين سالب معامل س على س تربيع يعني سالب 1، ولو رحت جبت لام في م كمان الحد المطلق يعني سالب 4، يبقى انا جبت لام زائد م وجبت لام في م. بص يا سيدي بقى، الراجل المحترم عاوز منك قيمه الكاف، هقول له حاضر. لا استنى، هنا مش لام م سالب 4، هو لام م عباره عن ك ناقص 4. راح مديك المعلومه دي 2 لام زائد 3 م. واحد يقول لي يا مستر ايه رايك لو انا خليت دي طلعتها بتغيير اشاره كده، فاقول له لام بيساوي سالب 1 سالب م. هقول له صح حلو، عندك فوق 2 لام زائد 3 م بيساوي عندك كام؟ سالب 5. اقول لك قمر ومداك معطى. طب متعوض 2 اهي واشيل لام واحط قيمتها اللي هو سالب 1 سالب م زائد 3 م بيساوي سالب 5. اسمع معايا واحده واحده كده وركز، واضرب في القوس سالب 2 ناقص 2 م زائد 3 م بيساوي عندك سالب 5. طب جمع معلش وطلع دي بره تاني، شوف بالمره، يبقى جمع دي م معايا يا جماعه، دي هيساوي عندك كام؟ سالب 3. ربنا كرمك جبت البين م هات اللام عوض فوق، شوف ذكاء بقى، عوض اهو خلاص. يبقى سالب 1 زائد 3 يساوي عندك كام؟ 2. يبقى ربنا كرمك اللام بيساوي كام؟ 2. يبقى انت معاك لام وميم. انت عاوز تجيب ايه؟ عاوز كاف. طب ما انت عندك لام ميم بيساوي كاف ناقص 4. لام ميم بيساوي كاف ناقص 4 لوحدها، اللام عندك بكام؟ اللام عندك ب 2 في سالب 3 بيساوي كاف ناقص 4، فسالب 6 بيساوي كاف ناقص 4. طلع بره يعني كاف بيساوي سالب 6 زائد 4 يساوي عندك سالب 2. ادي القيمه بتاعتك. ده واحد ذكي بيتعامل مع السؤال بذكاء، واحد فاهم، واحد عنده سنس اللي هو يتعامل مع السؤال، حس الماده بتتكلم فيه، حس الاسئله، حل كتير، هو ده اللي هيفرق معاك. عاوز معادله تربيع تاني، احنا عشان نجيب معادله محتاج نجمع مره ونضرب مره. تعالى يا عم هنجيب الجمع مجموع، هجمع 3 زائد جذر 2 زائد 3 ناقص جذر 2، فده يروح مع ده هيطلع 6. تعال نروح نجيب الضرب، قلت لك من شويه حطهم في قوس 3 زائد جذر 2 مضروب 3 ناقص جذر 2، اضرب معاه كده الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني. 9 ناقص 2، 9 ناقص 2 فيها كام؟ 7. هات المعادله س تربيع مجموع جذرين 6 غير سالب 6 س زائد 7 هيساوي عندك كام؟ 0. ادي القصه بتاعتك، س تربيع ناقص 6 س زائد 7 بيساوي 0. اختيارك اختيار رقم ج. اللي وراها رقم 8. اذا كان لام و2 ناقص لام مجموع ايه جذري المعادله دي. انا عند السؤال ده نبهت حاجه مهمه قوي يا جماعه. لام و2 ناقص لام عشان تعمل حاجه زي كده، عشان تعمل حاجه زي كده في السؤال ده، تمام، يا تجمع يا اضرب.
فانت دلوقتي لو جمعت، هل اللام تختفي ولا الضرب اللام تختفي؟ لا، هو في الجمع. فلما اجمع اقول له لا زي 2 ناقص لام، وده يروح مع ده بيساوي عندك 2. ده انا جبت مجموع جذرين. ساعتها هروح مديك معادله تجيب مجموع جذري منها، عباره عن ايه؟ سالب معامل س على معامل س تربيع. فمعامل س كاف غير اشارته يبقى سالب كاف على 1. فرسم الكاف هيساوي سالب 2. حوارك اهو بسيط خالص اهو. ادي القصه عندك يا فندم. تعالى السؤال اللي وراه وركزوا لنا بقى كده. ده س بيساوي 2 ناقص س تكون موجبه. ركز معايا كده برضو اشاره المقدار الجبري بتاع الوحده الثانيه. ده لما معادله كده هاخدها كده كده يساوي صفر. 2 ناقص س بيساوي صفر. طلع بره بقى س عندك بيساوي 2. خلاص. فارسم الخط، احط صفر واحط 2 وركز لي وخد بالك بقى في اللي اقوله. هنا لو اشاره هنا داله خطيه من الدرجه الاولى يبقى نفس عكس. اكتب هنا نفس واكتب هنا عكس. حلو. اجي ابص لاشاره السين اهي، سالب ولا موجبه؟ سالب. هنا سالب هنا موجب. انا عاوز تكون موجبه. الموجبه فين حته؟ قبل الاثنين ولا بعد الاثنين؟ قبل، يعني اصغر من الاثنين، يعني س اصغر من الاثنين. فين هي؟ س اصغر من الاثنين. فخد بالك كويس قوي من الاسئله نفسها. تعالوا ورايا يا باشمهندس. في الشكل المقابل يمثل منحنى داله تربيعيه د س بيساوي د س. فان مجموع حل المتباين د س اكبر من يساوي صفر. هو بيتكلم معاك اكبر من يساوي صفر يعني الموجبه. الجزء الموجب اللي فوق محور السين ده كده من اول هنا لحد هنا، ده بس الجزء ده كرسم. ما انا بقول لك اكبر من يساوي صفر يعني هنا. طب اكبر يساوي يعني الصفر فين حته؟ عند الواحد وعند الاربعه. فالفتره مقفوله من 1 ل 4. خلص الكلام. الفتره مقفوله من كام؟ من 1 ل 4. خليك ذكي في السؤال. عاوز الجزء الموجب اكبر من صفر. الجزء فالموجب الجزء اللي فوق محور السين من اول كذا لكذا. ادي القصه بتاعتك اللي هي الحته اللي انا عملتها دي كده. خلاص كده. ادي كمان سؤال محترم. السؤال اللي وراه. الزاويه القياس 7 باي على 6 تقع في ربع الكام؟ طب بص يا باشمهندس، 7 على 6 واروح ضرب في 180. فالواحد فيها 30 فبيساوي 210. 210 ربع تالت. خلاص. اللي بعده طول القوس في دائره نصف قطرها 12 سم. يعني طول القوس ده اسمه لام. حلو. نصف قطرها نقي يعني 12 سم ويقابل زاويه مركزيه تلت باي. كتر خيرك، باي دي بقى دائري خلاص. انا عارف اللام هيساوي الهي دائري في نق. طب انت عارفه منين؟ انت حافظ المثلث ده المفروض. فوق اللام هي دائري نق. هو عاوز طول القوس. حاضر. يبقى لام اهو. الهي دائري عندك بكام؟ تلت باي. نق نفسه عندك بكام يا ابني الحاله؟ 12. فالواحد في الاربعه يعني بيساوي 4 باي سنتيمتر. خلاص. ادي كمان السؤال بتاع طول القوس يا محترمين. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل هو عاوز منك قيمه س. حلو. هو توازي. ده بيوازي ده اهو. ده بيوازي ده. ففندم سيادتك لما تيجي تحل السؤال ده بتبدا من هنا التوازي. تشتغل تشابه ولا تشتغل توازي؟ لا، اشتغل توازي. اشتغل جزء لجزء. ينفع تشابه بس هترخم عليك. طب لما تشتغل اقول له ده اله يوازي ب ج، فاشتغل جزء لجزء اولاد. هقول له ا د على د ب. ا د على د ب. بص، ا د وبعدين د ب جزء لجزء بيساوي. كمل. ا ه على ه ج. ا ه على ه ج. ا ه على ه ج. وابدا اعوض ا د نفسه ب س زائد 5 على د ب نفسه ب 3. طب ا ه ب 12 على ه ب س. عاوز اضربه مقص. س في س ب س تربيع. وهتنسى س في 5 5 س. واضرب ده في 36 وانت الاشارات بقى س تربيع زائد 5 س ناقص 36 بيساوي صفر. وابدا حل قوسين 2 اهو. س وس 36 كام في كام؟ 36 فرقهم يكون 5. احنا قلنا 4 في 9 من شويه. تركيب ياخد موجب تاخد سالب. س مره يساوي 4 وس مره بيساوي كام؟ 9. فده مرفوض. فانا جبت الس بيساوي كام؟ 4. وده اللي عاوزه. اتعامل السؤال بعقل كده وبذكاء وبحركه كويسه تعرف ان شاء الله تتعامل يعني. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ د س بيساوي 2 س ناقص 4. فين ده تكون سالبه. احنا قلنا ايه من شويه في اشاره المقدار الجبري؟ باخد المعادله سالب صفر. اسمع مني كويس عشان في ناس اكيد مش واخداها كويس. صفر. طلع بره يعني 2 س بيساوي عندك الاربعه. فاقسم بقى س عندك بيساوي 2. فبرسم خط عدد لازم ارسمه. واحط الاثنين ده في النص صفر كده واحط 2. هنا الاثنين ده قدامه صفر. يمين نفس. احنا قلنا بقى احفظوا معايا نفس عكس. خلاص. نفس. بص اشاره السين رقم جنبها موجب. هنا موجب هنا سالب. انا عاوز ايه؟ تكون سالبه. سالبه اللي قبل 2. قبل 2 يعني ايه؟ هنا سالب من نهايه طبعا. هنا موجب من نهايه.
فالفتره عندك من سالب ما نهايه لحد 2. طب 2 مفتوحه مقفول؟ لا مفتوحه المره دي. انا عاوز سالب. امتى اقفلها؟ لك غير موجبه، فاخد سالب والصفر كمان، يبقى من سالب ما نهايه لحد 2 فتره مفتوحه. ده كويس. اللي بعدها يا باشمهندسين، لام وميم جذري المعادله س تربيع ناقص 2 س ناقص 5 صفر. عاوز اكون معادله. بنقول تاني لام وميم جذري المعادله، حاضر. هقول له لام زائد ميم الاول، بنجيبها زي المعادله سالب معامل س على ناقص تربيع يبقى 2. تعال نروح نجيب لام في ميم الحد المطلق سالب 5. يلا بينا، يلا. احنا عاوزين نكتب مجموع بالعربي. هجمع 2 على ميم زائد 2 على لام. لو سمحت وحد مقامات، اضرب تحت واضرب مقص. لام ميم تحت اضرب مقص 2 لام زائد 2 ميم. فوق اسحب 2 عامل مشترك يبقى لام زائد ميم على لام ميم. طب صلى على الحبيب، انا بقى عندي لام زائد ميم هاته ب 2 في 2 ب 4، وعندي لام ميم سالب 5 يعني سالب 4 على 5. الضرب، هات الضرب يا جماعه، خلاص الضرب بقى. اضرب تاني 2 على لام 2 ميم 2 على لام في 4 على لام ميم 4 فوق. طب لام ميم نفسه بكام؟ سالب 5 تساوي 4 على 5. هات المعادله يا باشمهندس. يبقى انا جبت الضرب والجمع زي بعض، ما عادي جدا. اكتب المعادله بقى س تربيع. لاحظ كده سؤال مقالي، غير دي زائد 4 على 5 س، غيرها. الضرب زي ما هو سالب 4 على 5 يساوي 0. اضرب المعادله كلها في 5 كله يبقى 5 س تربيع. 5 يروح مع 5 الموجب 4 س ناقص 5 مع 5 يبقى 4 بس بيساوي 0. المعادله امرها ادي يا عم المعادله، ودي حوارك ودي دراستك خالص. اللي ورايا يا باشمهندس بيقول لك ايه تاني؟ عاوز س وصاد. بص احنا بنعيد ونزيد ونأكد على كل معلومه انت خدتها. صدقني والله العظيم الفيديو نفسه هيفرق معاك فعلا بجد. خليك جدع وفاهم انت بتعمل كويس. 1 ناقص 6 احنا قلنا 1 زي ما هي ناقص ت و6 ما ينفعش قبل 6 يبقى اسمها على 4. عد 5 لا 4 كده 2 ت اس 2 يبقى واحده واحده. حط 1 ناقص ت والساعه عد قبل 9 يبقى على 4 8 اس 1 نزلت واحده بس اس واحده. حط س زائد ص مالكش دعوه بيه، والله مالك دعوه بيه. حس اعمل دي 1 ودي سالب 1 بقت موجب 1. حط 1 ناقص ت يساوي س زائد ص ت. دي 2 في 1 ناقص ت يساوي س زائد ص ت اهي جميل خالص اهي. اضرب بقى 2 في 1 ب 2 ناقص 2 ت بيساوي س زائد ص ت. هات الس دي هتساوي 2، هات الصاد هيساوي سالب 2 بس. س ب 2 وصاد بيساوي عندك كام؟ سالب 2 بس. حقيقي تخيل. شوف انا عملت ايه في السؤال، مشيت مع السؤال ازاي. انا عاوزك تكون ناصح كده. اجمع 2 وسالب 2 بقى يديك 0 في الاخر. بالله عليك انا عاوزك تكون فاهم انت بتعمله كويس، فاهم وناصح انت بتعمل ايه. لسه قدامنا شويه ما تستعجلش. عاوز ابسط صوره ت 59 بالمره. ت رقم قبل 59 يبقى على 4 عد. 58 لا 57 لا 56 نزلت 3 حاجات 3 ارقام اكتبهم بقى. انا حافظ 6 جايب بسالب ت. ماشي. اللي بعده في الشكل المقابل بنعيد تاني متقاطعين هنا النقطه دي سميها لي ه وقول لي بقى هي الف. بص هي الف في بص دي هي الف اهو في هي ب في الخط نفسه. اوعى عينك تهرب. هي الف اهو في هي ب وبعدين هي د في هي ج. فعوض لي بقى هي الف نفسه س ناقص 1 او س زائد 1 مضروب في س ناقص الواحد. طب الهي د نفسه ب 4 في 6. ممكن تفك دي طبعا عدد في مرافق وبضرب زي مربع الاول ناقص مربع الثاني بقى س تربيع ناقص 1 ب 24. ارمي بره بقى س تربيع يساوي كام؟ 25. فخد جذرها موجب وسالب 5. انا مفيش موجب وسالب، هي موجب بس مش سالب. دي تساوي 5 بس. ايه الحوار الجميل ده؟ والدنيا بسيطه خالص اهي زي الفل. السؤال اللي وراه بيقول لك ايه؟ ظ ظ زائد ق جتا ناقص ج في كتا. فانت لازم تكون حافظ قواعد. ايه يا مستر قواعد؟ لما اضرب داله في مقلوبها والداله في مقلوبها والداله في مقلوبها، فلما اضرب داله في مقلوبها دي بواحد، داله مقلوبها بواحد، ده ناقص واحد فيروح مع بعض في الاخر بواحد. بس يا عم بس يا سيدي. اللي وراه بيقول لك ايه؟ لسه كنا بنتكلم اذا كان الضلع النهائي في دايره الوحده مرسومه يقطع دايره الوحده في نقطه 4 على 5 6 على 5. صلوا على الحبيب كده. في النقطه ايه؟ فين الزطه يا جماعه؟ الزاء الثاني الاول الزطه بقى الاول على الثاني ده على ده وخد البسط على المقام يبقى 4 على سالب 3. ما فيش سالب تحت خليه فوق سالب 4 على 3 اهي. ده الموضوع سهل حقيقي سهل. اللي بعده يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ اذا كان حاصل ضربي جذري المعادله 2 س تربيع ناقص س زائد ك يساوي سالب 1. فين كده؟ قال الكلمه ايه؟ حاصل ضرب جذري يعني لام في ميم
اصلا بيساوي -1. طب يا عم هات لي حاصل ضرب هنا اللي هو ايه؟ الحد المطلق على مثلا تربيع. فالحد المطلق ايه؟ كاف على 2 بيساوي -1، فاضرب كاف بيساوي كام؟ -2. خلصت. وماذا بعد؟ هنا السؤال عاوز مساحات، يبقى تشابه. مساحات يبقى تشابه على طول. مساحه المثلث ده ا د ه على ا ب ج، مع ذلك هم متشابهين اصلا، فخد حرفنا حرفين ا د على ا ب، اقول له ا د على ا ب يا باشمهندس، بس الكل اس 2. فيقدر عندك بكام؟ ب3 على 5، الكل اس 2 ربع 9 على 25. فين؟ حصل. يا سلام، ده الامور سهله خالص الحمد لله. اللي وراها عاوز د ب، قلنا السؤال ده كذا مره من شويه، نقوله تاني. المثلثين المتشابهين مين؟ مثلث اقرا ا د ه يشابه المثلث ا ج ب، ا ج ب، وابدا احط نسب. يعني اقول له ا د على ا ج يساوي د ه على ج ب يساوي ا ه على ا ب. يلا بينا. ا د نفسه ب4، طب ا ج كله ب8 يساوي د ه وب ج بره الموضوع خالص. ا ه عندك ب5، بس ا ج كله حط زي ما هو ا ب دلوقتي، فالواحد فالاثنين يبقى ا ب رسمي ب 10 سم. طبعا احنا عاوزين نجيب د ب، اقول له 10 ناقص كام؟ 4 6 سم. حواري جميل وقمر وبسيط ولذيذ وامور كمان. زي ما انت شايف الامور ماشيه ازاي ان شاء الله يعني. تعالى السؤال اللي وراه ورائع ومهم جدا. ده مماس وقال لك عاوز طول القطر. هو القطر ده كله، بس ده لوحدها بنق، وده لوحدها بنق، وده لوحدها بنق. فناس عارف القانون بيقول لك ايه؟ ان لو ب ا تربيع كمماس، خد بقى ب وزع ب ج، وزعها على الحروف الضيقه هنا وهنا. ياكدكش ده ليه دعوه بمين؟ هعورك. يبقى ب ج، عشان في ناس بتقعد تهزر في الكلام ده، في ب ده الكل، فركز وانت بتكتب. ب ا نفسه ب5 جذر 3، 5 جذر 3، واحط عليه اس 2. ب ج نفسه اسمه نق، اما ب ده الكل تتنقى. ربع دي كده 25 كده يعني 75، واضرب دي تتنقى تربيع. اقسم على 3 الطرفين، بقى نق تربيع بيساوي 25. خد الجذر ده 5. شكرا كده. استنى ده نص القطر، انا عاوز القطر كله. اقرا السؤال، لازم تقراه 10 سم اهي. تيجي تاخد الخمسه راح منك السؤال، فافهم وخليك ناصح وفاهم. طيب المضلعات متشابهين لثالث على طول متشابهين، واحفظها ومحفوظه ومقريه كويس. المضلعات متشابهين لثالث مالهم؟ متشابهان، فده كلام مهم جدا. طيب نكمل. قياس القوس، اقرا السؤال. هو عاوز المره دي قياس القوس. قياس القوس الذي طوله 5 باي. ماشي، يبقى انت عاوز ايه ده؟ ايه الاول؟ مش عارفه كام، خلينا دلوقتي او 60 واحد منهم. حلو. طوله 5 باي عيلان ب5 باي. طلع معطاك زي ما بطلع كده. في دائره نصف قطرها نق عندك ب 15 سم. حلو. يكافئ زاويه مركزيه قياسها كام؟ ماشي. فانت عندك اللي هي دائري يساوي لام على النق، فاللام عندك ب5 باي، النق نفسه ب15، فاحسب بقت باي على 3 دائري. يعني بكام درجه؟ 60 درجه، لان ما عنديش دائري اصلا. الزاويه عندك ب 60 درجه. اللي وراه يا باشمهندسين الشكل المقابل س بتساوي، عاوز قيمه س. حلو. النقطه بره الدايره، وزع كده اقول له ج ب في ج ا يساوي ج د في ج ه. طب ج ب نفسه عندك ب س، طب ج ا كله ب 4 س، طب ج د عندك ب 8، طب ج ه كله مجموعهم س و4 و8 على س زائد 12. طيب بقول لك قبل ما تخش وتعمق، على 4 على 4 فهي 2 س في س بس تربيع، واضرب 2 في القوس، 2 س ده 24. قول لي هتخسر ايه؟ دخل جوه بتغيير اشاره ورتب. س تربيع ناقص 2 س ناقص 24 بيساوي 0، وحل قوسين 2. ايوه كده، يبقى تحليل على طول عشان تربيعيه. س وس ال 24 كام في كام؟ ب 24 فرقهم 2، عندك 4 في 6. مين الكبير هنا؟ سالب وهنا موجب. س بيساوي كام؟ سالب 4، وس بيساوي عندك كام؟ 6. فطبعا ده مرفوض، مفيش طول بالسالب، فقيمه الس بكام؟ 6. انت عاوز قيمه الس؟ اه والله العظيم قيمه الس. قمر خالص اهو. طب زي الفل. اللي وراه يا باشمهندس بص دي كويس، جاتا سيتا اكبر من صفر يعني موجبه. طب ردوا عليا لو سمحتوا كده، هي جاتا موجبه فين؟ اول ورابع. اعمل كده. الجاتا سيتا عندك، ها ركز في الكلام. الجاتا سيتا عندك اهو. الجاتا سيتا مالها؟
سالبه، دي سالبه ودي موجبه. جا موجبه فين وفين؟ جا موجبه انا حافظها اول وتاني، فسالبه تالت ورابع. انا عاوز الحاجه مشتركه ربع رابع يا جماعه قدامكم اهي. ايه الجمال ده؟ ده لذيذ خالص اهو، حلويات كمان. في الشكل المقابل ده الجيم 6 سم، ده الجيم 6، هو ده الجيم عاوز ده بصوا الشكل ده الجيم ده كله 6 سم. فالكل معاك، فتشتغل جزء الكل، خليك ناصح. مش انت عندك 3 بيوازوا بعض يبقى اقول له الف ه على الف ب، خليك ناصح لان معاك كله هتساوي، اقول له ده الواو على الف جي، ده الجيم على ده الجيم. حلو قوي، عوض كده 3. طب الف ب كله عندك بكام؟ اجمعه 9. ده الواو مش عارفه، بس على الجيم بكام؟ 6. فلو ضربت مقص اقول ده الواو حاضر. 3 في 6 على 9 فيها الواحد فيها 3 فيها الواحد فيها الاثنين بيساوي 2 سم. قمر قمر والله. فتشتغل جزء الكل، جزء الكل زي ما انت شايف كده، والدنيا ماشيه معانا الحمد لله. السؤال اللي وراه لا مهم جذريا المعادله، هو عاوز لام زائد ميم، قول له شكرا. لام زائد ميم يعني مجموعه جذريه. طب يجي ازاي؟ سالب معامل س على معامل س تربيع، فحفظنا يا جماعه يبقى يساوي كام؟ 4. اللي بعده في الشكل المقابل عاوز قيمه س. اقليدس بقى، اشمعنى اقليدس؟ عشان ده عمود قايمه وقايمه. بس انا اقول لك، كنت بقول لك بالعربي حاجه مهمه قوي، العمود تربيع. العمود تربيع كنت بقول لك بالعربي كده، العمود اس 2 جزء في جزء، جزء في جزء. لما تحفظها بالطريقه دي اسهل لك هي عشان تعرف تحل معاها. فالعمود نفسه اسمه س زائد 2 تربيع، حط س زائد 2 كل اس 2 جزء 9 في جزء 16. ايه رايك؟ هتقول لي افك القوس، اقول لك لا انت صح مش غلط، بس يعني طب ليه توجع في قلبك؟ طب ما تاخد الجذر، يبقى هنا س زائد 2 ودي اطراف هتبقى موجبه، 3 في كام؟ في 4. يبقى س زائد 2 هيساوي 12، ارمي بره بقى س عندك بيساوي كام؟ 10. خلصت. شوف سهل سهل ازاي. يبقى عمود قايمه وعمود، خلاص خلص السؤال. اللي بعدها يا باشمهندسين بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان احد جذرين المعادله دي معكوس جمعي اخر، يا جماعه مهمه جدا، معكوس جمعي اخر. يعني ايه معكوس جمعي؟ بتاخد اللي جنب الس يساوي صفر، ماليش دعوه بالاشاره دي، موجبه سالبه ماليش دعوه بيها، هاخد كاف ناقص 3 واروح مساويه بصفر، ارمي بره يعني كاف في الاخر يساوي عندك كام؟ 3. خلص السؤال. بس ما توجعش في قلبك اهي. اللي وراها بيقول لنا ايه؟ مثلث يشابه مثلث ومساحه المثلث ا ب ج 9 مساحه المثلث د ه و. انا كنت دايما بقول لك ايه؟ اكتب كده مساحه المثلث ا ب ج يساوي 9 مساحه المثلث د ه و. كنت بعمل حركه حلوه، اللي بيروح ما بيرجعش فاضي، خليها نسبه، اللي بيروح ما بيرجعش فاضي. فمساحه المثلث ا ب ج غصب عنك على مساحه المثلث د ه و يساوي 9 على 1، خليها على جنب. هو عاوز بقى منك ا ب، طب ما تشتغل مساحه على مساحه ضلع على ضلع تربيع، فخليك ذكي. هو عايز ا ب، اقول له ا ب على د ه بيساوي ا ب على د ه بس الكل اس 2. قلب على اللعبه دي بس، وخد الجذر تربيع الطرفين 9 على 1 9 على 1 يعني ا ب على د ه. شوف انت خدت الجذر بسطت الدنيا ازاي؟ 9 على 1 ا ب احنا عاوزينه. طب د ه نفسه بكام؟ ب4. اضرب مقص، خلصنا. اللي وراها ا ب يوزع ج د ويوزع س ص، 3 بيوزوا بعض. فالف ه ب 4 سم، الف ه دي ب 4 سم، والف ج ب 10 وده بس وده 4 ونص. وعاوز منك في السؤال ب د، ب د ده وج س ده. بص يا جماعه دول اضلاع متوازيه، فخد الاجزاء بتاعتها. بص اعمل اجزاء مساويه من كام جزء؟ 3 اجزاء، 1 2 3. شايف الضلع ده؟ وزعه في البسط، حطه في البسط كله. يعني هي الف وبعدين الف ج وبعدين ج س، وزعه في البسط كده زي ما بعمل كده. خد التاني وزعه في البسط بنفس الطريقه، ه ب ترتيب كده، وبعدين ب د وبعدين د ص، وكل عاوز تتعوض. فهي الف نفسه 6، فعلى ه ب مانيش عارفه، ه ب لا عارفه ب4. الف ج نفسه يا باشمهندس الف ج ب 10 على ب ده مش عارفه. ج س عندك ما انتش عارفه، بس على د ص نفسه بكام؟ ب4 ونص. بس بسط الاول كده على الاثنين في 2 على 2 في 3. اخد بقى اجيب ب د، هروح ضارب ده في ده على ده، 2 في 10 على 3 يعني 20 على 3. طب عاوز اجيب ده الجيم، اخد على 2 تاني ده وده، هقول له ج س يساوي 3 في 4 ونص على 2 في 4 ب 12 13 ونص على 2. واحسب واحسب وخلص السؤال.
ادي اسلوبك وطريقتك وحلك مع الاسئله دي والافكار دي مهمه جدا. تعالوا ورايا يا باشمهندسين، بيقول لك ايه؟ اذا كان س بيساوي احد جذر معادله، س بيساوي 3 احد جذر معادله، يعني قصده شيل السين وحط 3. عاوز ميم، طب ما سهله خالص اهي. عوض مكان س 3 مكان 9 زائد، طب 3 ميم بيساوي عندك 3، ارمي بره ده. 3 ميم بيساوي عندك سالب كام؟ 6. اقسم على 3 في الطرفين، سالب 2. الدنيا ماشيه في الحلاوه خالص يا جماعه، الدنيا جميله والله. طيب السؤال اللي وراه، طول القوس في دائره طول قطرها 12. عينيا الاثنين. انت عاوز لام مجهول. اقرا طول قطرها، ما بيشتغلش على القطر، يبقى نص القطر عندك بكام؟ ب 6 سم. ويقابل زاويه محيطيه، مصيبه عندك اهي، محيطيه ما ينفعش. انا بشتغل على زاويه مركزيه بس يقول 60 درجه س، اضرب دي في 2 بقت 120 درجه. فستك محتاج تحول دائري. ازاي؟ 120 في باي على 180 هيساوي 2 على 3 وحط باي. حل بقى كده معاك دائري خلاص. انت عاوز لام صح، ساوي الهي دائري في النق. الهي دائري عندك بكام؟ 2 على 3 باي. نق عندك بكام؟ 6 فالواحد فاتنين 4 باي في الاخر. ادي الحوار يا سيدي، بسيطه وسهله وجميله خالص اهي. السؤال اللي وراه، جتا سيتا زائد جا 270 زائد سيتا. احنا حافظين عفريت تحط جتا سيتا، فعفريت هتخلي الجا جتا سيتا، حط زائد يا عم دلوقتي. هنا بقى 270 زائد ربع ربع، عد كل جبار ظالم جاته. دي مكتوبه ايه؟ جا، لا تبقى تاخد سالب، تغير اشارتها تحط سالب اهو. فده يروح مع ده خلاص يساوي صفر في الاخر. اللي بعده، اذا كانت النسبه الى مساحتين مثلثين مشابهين 4 9. بص نديك مساحات، يعني مساحه الاول على مساحه الثاني ب 4 9. حلو. وكان المحيط الاكبر 90. فين ده محيط صغير؟ هو عاوز محيط وياخد الجذر. انت عاوز ايه بقى؟ بص يا سيدي، محيط الاول على محيط الثاني، خد بالك محيط الاكبر، محيط الاكبر. طب الكبير انهي؟ 4 9 تحت 9 يعني حاطط 2 معاك 90. انا عاوز محيط على محيط، تقول لي الجذر المساحات ميم 1 على ميم 2. فلما اجي احل ها 1 مش عارفه بس ها 2 عارفه. 90 4 على 9 خد جذر 2 على 3 واضرب مصحح 1. 2 90 على 3 فيها الواحد فيها العشرة تساوي 20 سنتيمتر. يا سلام، ايه القمر ده؟ فيها العشرة 30 اسف يساوي 60 سنتيمتر. ادي يا عم السؤال يا عم، واضح وضوح الشمس كمان، مفيهوش اي حوار خالص اهو، مفيهوش حوار، مفيهوش حاجه تاني نقولها. كده قلت لك كل كبيره وصغيره عن مراجعه شهر نوفمبر، مفيش حاجه ناقصاك الحمد لله. قلت لك كل الافكار اللي انت محتاجها، اكدت لك على كل المعلومات اللي انت محتاجها. انت هتخش هتلاقي في الامتحان ان شاء الله حاجات اكيد منها موجوده في الامتحان. كده احنا عملنا علينا معاك وقلنا لك كل التفاصيل، قلت لك كل كبيره وصغيره عن الدرس نفسه وعن الشغل نفسه وعن الشهر كله. اشوفكم على خير في بقيه المنهج ان شاء الله. يلا سلام عليكم.